بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك ميت وإنهم ميتون. يا أبا ذر، يا سلمان، يا عمار، هل أنفذ جيش أسامة؟ لعن الله من تخلف عن جيش أسامة. انفذوا جيش أسامة لقتال الروم. انفذوا جيش أسامة. لعن الله من تخلف عن جيش أسامة. لعن الله من تخلف عن جيش أسامة. يا رسول الله، نراك تصر على إنفاذ جيش أسامة بن زيد لقتال الروم. يا أبا ذر، إني أوشكت أن أدعى فأجيب، وأخشى إن بقي هؤلاء القوم في المدينة أن يحدثوا بعدي أمرا ويجتمعوا على نكث بيعة أمر الله أن تعقد، وهي بيعة علي بن أبي طالب، وينكرون وصيتي، فترجع الناس بعد إيمانهم كفارا. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب منكم على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين. يا رسول الله، لقد أخذت منهم البيعة لعلي في حياتك يوم غدير خم، فهل هم ناكروها؟ يا عمار، رحم الله أبويك قتلا في سبيل الإسلام، وسوف تقتلك الفئة الباغية التي تنكر وصيتي. يا عمار، لو سلك علي واديا وسلك سائر الناس واديا، فاسلك وادي علي بن أبي طالب، لأن عليا مع الحق، والحق مع علي يدور معه حيثما دار. يا نبي الرحمة وشفيع الأمة، لقد أنفذ جيش أسامة، وما النصر إلا من عند الله. يا سلمان، خوفي من أن يتخلف القوم عن جيش أسامة ويحدثوا حدثا. ألا لعن الله من تخلف عن جيش أسامة. لعن الله من تخلف عن جيش أسامة. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. نقول إننا سادة مكة، كيف يقودنا شاب عمره 17 سنة؟ أجل نعم الرأي رأيك. من الطارق؟ أنا يا أبا الحسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما الذي دعاكم للتخلف عن جيش أسامة بن زيد؟ ألم آمركم بالالتحاق بجيش أسامة؟ يا رسول الله، كيف يقودنا غلام له من العمر 17 سنة، وفينا أبو بكر وعثمان وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص؟ يا ابن الخطاب، إنه نعم القائد، ولعمري كان أبوه نعم القائد. ثم لو كانت القيادة بالعمر لكان أبو لهب وأمثاله أحق مني بالنبوة. ولكنكم رجعتم تريدون الفتنة، والفتنة نائمة، لعن الله من أيقظها. يا أبا ذر،
يا سلمان، يا عمار، آتوني بدوات وقرطاس أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدي أبدا. لا لا، لا تعطوه الكتاب، إن الرجل ليهجر. حسبنا كتاب الله، حسبنا كتاب الله. ويحك، ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، ولا يريد إلا أن يكتب الأمر من بعده لعلي كما صرح يوم الغدير. لا لا، لا تعطوه، إنه ليهجر. قوموا قوموا واخرجوا، كيف تعلون صوتكم أمامي وقد نهاكم الله عن ذلك؟ قوموا اخرجوا. هيا هيا دعنا نذهب. لله أشكوكم لله أشكوكم. السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله. وعليك السلام يا أم أبيك، يا فاطمة الزهراء البتول، يا بنيتي وبضعتي، كيف أمسيت عافاك الله؟ يا أبا، كيف أمسي وأنت عليل مريض تنعى نفسك؟ يا بني يا بني، إن وعد الله كان مفعولا. يا علي، إن القوم مناجزوك على الأمر، فلا ترفعن بعد موتي سيفا، واحفظ بيضة الإسلام لئلا يرتد الناس عن لا إله إلا الله. ولقد قاتلت على تنزيل القرآن، وستقاتل على تأويله، الناكثين والقاسطين والمارقين. واصبر يا أبا الحسن، فإن الله مع الصابرين. وأوصيك بفاطمة خيرا، إنها أمانتي وبضعتي وريحانتي، من آذاها فقد آذاني، ومن رد عليها فقد رد علي. وإن الله ليرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضبها. السمع والطاعة يا رسول الله، والله لأقرنك في فاطمة عينا. ولما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله قام بتغسيله وتكفينه ودفنه أمير المؤمنين عليه السلام وحده، والأنصار والمهاجرين فقد ذهبوا إلى سقيفة بني ساعدة التي أنكروا فيها وصية رسول الله بالخلافة لأمير المؤمنين عليه السلام. ولكن عندما توفي النبي صلى الله عليه وسلم يا هريدا حبوة ليل ونهاري، أريد حبوة ليل ونهاري، أنا وأخليه الدمع على العين جاري. يا أبويا يا أبويا يا الهادم ظلم عليك داري، بويا أنا الزهرة العزيزة تعال يا أبويا، بدك يا محمد وصبيها تجور الناس من تمشي عليها. يا أبويا بويا يا هل هالمشعنة وليها، اش بيدي اش بيدي الليالي ضيعتنا يا ابويا، يتاماكن ظل يا ابو المحنة
ايتاماكن يظل يا ابو وفاطمة جليسة دارها تنعى أباها، ثم طردوها خارج المدينة المنورة لكثرة بكائها على النبي صلى الله عليه وآله، فبنى لها أمير المؤمنين بيتا سمي ببيت الأحزان، كانت تتخذه للبكاء، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا أبتاه، أبا من بعدك للقبلة والمصلى، أبا من بعدك للقبلة والمصلى، أبا من بعدك لابنتك الثكلى، أبتاه يا أبتاه، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا رسول الله، ما أسرع أن نكث أمرك ونسي أهلك. بئس ما فعل القوم، تركوك مسجى وذهبوا يقتتلون على الدنيا، ويمكرون كما تمكر الثعالب، ويلدغون كما تلدغ الأفعى. لا أراهم الله شفاعتك ولا سقاهم الله بكأسك ويدك. ألا لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على الظالمين. هنيئا لك إمرة المسلمين يا شيخ. بخ لك يا خليفة المسلمين. بخ لك يا خليفة رسول الله. نعم أحسنت يا خالد. بخ لك يا أبا بكر، لقد نلت مرادك، وها أنت ذا جالس على منبر المسلمين الذي كان لمحمد. نعم أحسنتم، الحمد لله الذي أكرمنا بالخلافة. أحسنت يا عمر، وأحسنت يا خالد، وأحسنت يا عبد الرحمن بن عوف. بخ لك يا شيخ، بخ لك يا أبا بكر، هنيئا لك يا خليفة. أنت لها شيء. يا أبا بكر. يا فاطمة، بلغني إن نفرا من بني هاشم ومن لحق بهم من الناس المتخلفين عن بيعة أبي بكر يجتمعون على علي في داره، فلئن لم ينتهوا لأحرقن الدار ومن فيها. يا ابن أبي قحافة، لقد بايعناك بيعة جاهلية بفلتة عصبية، ولأن لن يبايع علي وأصحابه فإن الأمر إلى سوء. اجبره على البيعة، ارسل عليه وأجبره. هيا أرسل له رسولا يا عمر. انفذ. لبيك يا مولاي، لبيك. اذهب إلى بيت علي وادعوه إلى المسجد، وقل له إن الخليفة أبو بكر يريدك ويدعوك إلى بيعته. أجل، السمع والطاعة يا مولاي. يا علي، يا علي، يا علي. ماذا تريد؟ إن الخليفة أبو بكر يدعوك ويأمرك بالبيعة. ويحك قاتلك الله، نحن أهل البيت كالكعبة، تؤتى ولا تأتي. سرعان ما كذبتم على رسول الله. إن أبو بكر ومن معه يعلمون أن النبي صلى الله عليه وآله مات ولم يستخلف غيري على هذه الأمة المرحومة. اذهب يا قنفذ، لا بارك الله فيك.
يا أبا حفص، إن علي يرفض المجيء ويقول نحن كالكعبة تؤتى ولا تأتي، ويقول إن النبي لم يستخلف غيري. يا أبا بكر، ارسل له مرة أخرى حتى لا يخرج الأمر من أيدينا. حسنا، ارسل له يا عمر. انفذ. بلى يا مولاي. اذهب له مرة أخرى وادعوه وهدده. أمرك يا مولاي. يا علي، يا علي. ماذا تريد؟ ألم تأت قبل قليل وصرفتك عن بابي؟ ماذا تريد؟ يا علي، أمضي وأجب دعوة خليفة رسول الله. خليفة رسول الله؟ وهل استخلف رسول الله غيري؟ لقد ادعى ما ليس له. اذهب يا قنفذ وقل لهم جميعا أنسيتم بيعة الغدير؟ ما أقرب اليوم من البارحة. ألم تبايعاني أمام الملأ؟ الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، ومن ينكث فإنما ينكث على نفسه. انصرف انصرف، لئن رجعت لمثلها فلا تلومن إلا نفسك. سيدي عمر، لقد رفض علي المجيء ويقول ما أقرب اليوم من البارحة، أنسيتم بيعة الغدير؟ يا عبد الرحمن. نعم يا أبا حفص. يا خالد. لبيك. يا قوم، لنذهب نأتي به إلى المسجد ليبايع رغما على أنفان بيعة الخليفة، وتريد أن تشق عصا المسلمين؟ والذي نفس عمر بيده، لأن لم تخرج لا حرقن عليك دارك. إلي بالنار والحطب، إلي بالنار والحطب. يا صاحب رسول الله، إن في الدار فاطمة. اخسأ قاتلك الله، وإن كانت في الدار فاطمة لأحرقن الدار على من فيها. إلي بالنار والحطب. هيا هيا. يا عمر، يا عمر، إن حرقت بيت فاطمة ماذا يفعل علي بن أبي طالب وهو البطل المجرب؟ أتأمن سطوته؟ يا عبد الرحمن بن عوف، لا يستطيع أن يفعل شيئا. إن عليا موصى ولا يحمل السيف. وصية من محمد. إلي بالنار والحطب، إلي بالنار والحطب. هيا هيا هيا. ويحك يا عمر، ويحك يا عمر، ما أجرأك على الله ورسوله؟ أتريد أن تقطع نسل رسول الله وتطفئ نور الله والله متم نوره ولو كره المشركون؟ تريد أن تحرق بيتا يقول فيه رب العزة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويسبح له فيها بالغدو والآصال؟ ألا بئس ما خلفتم رسول الله، ألا بئس ما خلفتم رسول الله في وصيته وعترته. احرق الدار، احرق الدار. عند ذلك ركل عمر الباب برجله، فاختبأت فاطمة بين الباب والحائط رعاية الحجاب. فدخل القوم إلى داخل الدار وعصروا الزغراء بين الباب والحائط، فكسروا ضلعها وأسقطوا جنينها. خذي يا فاطمة. أيها الحمقى، ماذا تنتظرون؟ أخرجوا علي. إنه علي.
والذي نفسي بيده يا ابن صهاك، لولا عهد من رسول الله ووصيته لما دخلت علي الدار. اغرب قبل أن نشر سيفي فأفني غابر الأمة. ولا تخافوا، ادخلوا فإن الرجل موصى. هيا هيا قيدوه بحبائل سيفه، قيدوه. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اشهد على هؤلاء القوم أنهم هتكوا حرمة بيت من بيوتك وخليفة من خلفائك. اللهم اشهد، اللهم اشهد. ولا حول ولا قوة إلا بالله. إنا لله وإنا إليه راجعون. دار الوحى هجموا عليها يا عليها، بويا وشبوا نارهم يا واسفة بيها. ترى الناس انكرت جنها نبيها يا نبيها. بويا بويا هجموا علي وشبوا النار، بويا وعصروا بنيته وحرقوا الدار. اي ما جنها بنت النبي المختار. بويا كفار نكره الوصية، وعلى ام الحسن باعتهم حمية. اي بويا يا بويا، بويا بالنار، بويا بالنار باب الزهرة حرقوا، وعمد على ام حسين دفعوا. بويا كسرة وضلعها وخدها سطره. يا فضة، يا فضة، إليك خذيني، إليك خذيني وإلى صدرك فسنديني. والله لقد أسقط جنيني. فضة. يا معشر المهاجرين والأنصار، ألم تبايعونني يوم الغدير، يوم قال لي سيد الكائنات محمد أن كنت مولاه فهذا علي مولاه، فاتقوا الله، فاتقوا الله لعلكم ترحمون. يا علي، لقد مات رسول الله ولم يوصي. كذبت يا أبا بكر، كذبت. وما أجرأك؟ لقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات ولم يوص فقد مات ميتة جاهلية. فهل تراه يأمرنا بالوصية ولم يطبقها على نفسه؟ لا ورب الكعبة إنه أول الفاعلين. يا علي، إن الحكم شورى وبايعتني هذه الأمة. إذن هل بايعك العباس بن عبد المطلب؟ وهل بايعك بنو هاشم؟ وأين مالك بن نويرة؟ وأين قيس بن سعد؟ وأين الصحابة الأوائل حواري رسول الله؟ وأين سائر العرب؟ يا أبا بكر، والذي فلق الحبة وبرع النسمة، لقد مات رسول الله صلى الله عليه وآله وهو ساخط على أمته ما خلا الشيعة، مات وهو راض عنهم. ألست أخا رسول الله وابن عمه وصهره وصنوه وكاشف الكرب عن وجهه؟ من قتل عمر بن عبد ود العامري؟ من قتل الحارث؟ من قتل مرحب؟ من فارس بدر وحنين؟ من صاحب البيعتين؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما أجرأكم على الله ورسوله، ما أجرأكم على الله ورسوله. أبا بكر، يا أبا بكر، اجبره على البيعة. ويحك يا ابن الخطاب، ويحك يا ابن الخطاب، تجبرني على أن أعصي ربي؟ والله ما عصيته مذ عرفته. والتمسك بنا هذا جزاء رسول الله. ما هذا؟ ما هذا؟
قنفذ قنفذ، اسكت ولو وحاب صوتك. هيا. أبكى ورسول الله. أنا رد له يا قنفذ حيل قله، أنا وبضلع الكسرت الصوت نزله. يا باباي بويا خليها تظل الموت عله، بويا وتدريها عليها مش سهلة. أنا ادفعها وعلى الغبرة تذبها بويا، وإذا ناحت تريد انك تسبها بويا خل ترجع فلا نرحم قلبها. بويا يا يابا يا يابا يا بويا، انا واجر حيل بيها وخلا تنحب بويا، وعلم تون الزكية الصوت يلعب. بويا يا يابا يا بويا، اجر حيل بيها وخلا تنحب، وعلم تون الزكية الصوت يلعب. يا فضة ساعديني على القيام، ساعديني يا فضة. يا الله يا أبي يا محمد ادركني. يا قوم إن لم تخلوا عن ابن عمي لأكشفن عن رأسي وأدعو عليكم. يا عم يا عم يا سلمان، يا عم يا سلمان، الحق فاطمة، فوالله لئن دعت لتقلبن الأرض عاليها سافلها. يا عم ألا ترى جدران المسجد قد ارتفعت؟ أوصها بالصبر والرجوع إلى الدار. أدركها يا سلمان أدركها. يا ابنة محمد، يا ابنة محمد، يا حبيبة محمد، إن أباك كان للناس رحمة، فلا تكوني سببا لهلاك هذه الأمة. لقد بعثني أبو الحسن يأمرك بالصبر والرجوع إلى الدار. يا ابنة محمد، صبرا 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 صبرا. يا عم يا سلمان، سمعا وطاعة لأمير المؤمنين، سمعا وطاعة لأمير المؤمنين. يا معشر المهاجرين والأنصار، يا معشر المهاجرين والأنصار، يا أصحاب رسول الله، يا فرسان بدر وحنين، هل سمعتم رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذاني؟ نعم يا أمير المؤمنين، نعم يا أمير. إذن أبشروا بغضب رسول الله، فوالله لقد آذيتم فاطمة، والله لقد آذيتم فاطمة وآذيتم فيها محمد، والله على ما أقول شهيد. يا معشر المهاجرين والأنصار، لقد خالفتم وصية الرسول فينا ووصية الله تبارك وتعالى. ألم تقرأوا قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، لا حول ولا قوة إلا بالله، والله لنشكونكم إلى الله. يا أبا الحسن. السلام عليكم. وعليك السلام يا عم رسول الله، وعليك السلام. وعليك السلام يا عماه يا عباس. ألا ترى ماذا فعل القوم بنا نحن أهل البيت؟ ألا ترى؟ يا أبا بكر، اطلق علي الآن. هيا يا أبا الحسن. تبا تبا، لو إننا قتلناه واسترحنا. ويحك، وماذا نقول للعرب؟ يا أبا بكر، فدك فدك، فلنخصب فدك، إن مواردها تكفي
لجمع جيش لا طاقة لنا به، فإن بقيت بيد علي وفاطمة جهزا جيشا فلنخصب فدك يا أبا بكر. صدقت ونكذب على رسول الله، إنه قال: ونحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. أحسنت. إذن هيا لنأمر بطرد عمال فاطمة من فدك ونغصبها. هيا. حان الآن يا ابنة الرحيل ولقاء جدك الكريم يا قرة عيني. أماه سيدتي. بنيتي، أوصيك بتقوى الله والحفاظ على أخويك. كوني يا ابنتي أما لهما وأختا. بنيتي، اكشفي لي عن نحرك. لم يا أماه؟ هذه وصية نفذيها حين ترين أخاك الحسين وحيدا في كربلاء. أريد أوصيك يا يمه بوصية، لو طويت يمه الغاضرية يا يمه قبل لا يطيح أخوك على الوطية، من صدره تحبين إلي يا يمه. أنا وصيك يا زينب بالحسين يما، أنا وصيك يا زينب يا حبيبة يا يما. أنا وصيك يا زينب بالحسين وياه يا زينب تروحين يا يما. أنا وبعد هالوصية انتي تحملين. بويا وصيك يا زينب بأطفال خيك لا تعذب، كفليهم لو انطاح المجرب يما صيري لهم يا زينب الغار، صيري لهم يا زينب الغار، أطفال خيك يما الصغار. آي يا حبيبة يا يما صيري لهم يا زينب الغار، أطفال خيك يما الصغار، ويخافون يا يما من النار. يما فيلهم مثل الحمامة. آي يا يما فيلهم مثل الحمامة من العدا يما وسهامة. أطفال يا حبيبة ويتامة، اش بيدي على امر الله وش اسوي يا يما لا تقولين يا يما بعيني شنو جواب زينب، لا تقولين يا يما بعيني بس انتي اريد انك تجيني. يما غريبة بهالوطن لا تخليني. قالت الزهراء اذهبي حبيبتي زينب، وأرسلت فاطمة ابنتيها إلى بعض بيوت الهاشميات لئلا تشهدا موت أمهما فاطمة. وبعد ذلك انتقلت الزهراء إلى فراشها المفروش في وسط الدار. أبي والله ربي الرفيق الأعلى، وفارقت الحياة. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن عليا ولي الله. ثم غمضت عينيها ومدت يديها ورجليها فكشفت الثوب عن وجهها وإذا بها قد فارقت الحياة. سيدتي أجيبيني يا فاطمة، يا فاطمة أجيبيني يا مولاتي. ماذا أقول للحسين؟ ماذا أقول للحسين وللحسن؟ مولاتي يا زهراء، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. جاء الحسن والحسين عليهما السلام وطرقا باب الدار. ما الذي أتى بكما في هذا الوقت؟ يا أسماء، أتينا نرى أمنا فاطمة فدعينا ندخل. تفضلا وسأجلب لكما الطعام. وهل علمت إننا نأكل من دون أمنا فاطمة؟ يا أماه كلميني، أماه كلميني، فأنا عزيزك الحسين، أنا حبيبك الحسين. يا أماه استيقظي، أنا الحسين حبيبك. أخي الحسين، عظم الله لك الأجر بأمنا فاطمة. شو ما قووا يا عم صوت لمنا يا بنت الناس قام يفور دمنا. يا عم من سكوتك هذ خفنا. اوه يما يما امكم يا الحسن فوق الوساده. امكم يا الحسن فوق الوساده. الوقت يا حسين وياكم تراده. يما 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 امكم يا الحسن فوق الوساده الوساده. يا يما الوقت يا حسين وياكم تراده. ابويا ابويا ابدا ما الهم حسين عاده. ترى ابدا ما الهم حسين عاده. تخفى عيونها بوقت العباده. ما بكما يا أبناء رسول الله؟ ما بكما يا أبناء رسول الله؟ ما بكم يا ولداي؟ ما بكم يا ولداي؟ أيها الناس، لقد ماتت أمنا فاطمة. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إنا لله وإنا إليه راجعون. لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله. لقد ماتت فاطمة. إنا لله وإنا إليه راجعون. حسبنا الله ونعم الوكيل. يا أهل المدينة، لقد ماتت فاطمة، لقد ماتت فاطمة، لقد ماتت فاطمة. يا سلمان، أخبر الناس لقد أجل تشييع جنازة فاطمة بنت محمد. لبيك سيدي يا أبا الحسن. ومعه أسماء. يا أسماء، أعينيني على حملها كي نغسلها. أيها الناس، أيها الناس، لقد أجل تشييع جنازة فاطمة بنت محمد. لقد أجل تشييع جنازة فاطمة بنت محمد. يا أسماء، اسكبي لي الماء. يا سيدي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. تقول أسماء: فبينما هو يغسلها وإذا به يترك الغسل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. لما تركت غسل فاطمة تبكي لفراقها؟ لا يا أسماء، وإن عز علي ذلك، لكن حينما غسلت فاطمة ومرت يدي على صدرها وجدت ضلعا من أضلاعها مكسورة. سيدتي يا فاطمة، وقد أغفت عني كل ذلك الوقت. سيدتي يا فاطمة. ضلع واحد يا علوة حيلك، جا ضلوع حسين شسوي لك؟ تعالي يا يمه فاقدينك، أنا والبيت وحشة ورايدينك. تعالي 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 يمه، تعالي يا يمه فاقدينك، والبيت وحشة ورايدينك. يا حبيبة حسافة تنام عينك، يما نبات يمك يا الحنينة. يا يما نبات يمك يا الحنينة، وبيدك غطانة تعدلينا. ثم أن أمير المؤمنين كفنها ونادى: يا حسين ويا حسين ويا زينب ويا أم كلثوم، هلموا فتزودوا من أمكم، فهذا الفراق واللقاء الجنة. فاجتمعوا حولها، الحسن عن يمين وينادي: أماه كلميني. الحسين عن يسارها ينادي: أماه قد قطعتيني هات قلبي. يقول أمير المؤمنين: والعيش الذي عاشه رسول الله رأيتها حمت وأنت، ورفعت ذراعيها وضمت أولادها، وإذا بالمنادي ينادي من السماء: يا علي نحي الحسنين عن أمهما فاطمة، ووالله لقد هك يا ملائكة. ريض يا يمه يا ولاد شيلين
وبنص القلب ولا تخلي. يما قلي لي علي هم تعودين حبيبه يا يما، يما تعودين وتقعدين يمنا يما ونسولف سوالف بالفخلة يا ويا يما خلافك صفاحش نزلنا ينزلنا يما يوحش علي البيت عقبيك عقبيك يا يما يا وتدرين بي ايش قد ودك